ونستهل النشرة بالموسيقى، حيث طرح الفنان اللبناني سعد رمضان مؤخرا أغنية من الريبرتوار الموسيقي لأغنية الراي، أغنية مازال للفنان الجزائري المرحوم الشاب عقيل. رواد مواقع التواصل الاجتماعي والفنانين الجزائريين استحسنوا هذه الالتفاتة واعتبروها تكريما لروح الشاب عقيل، حيث غردت الفنانة الجزائرية سهيلة بالشهب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة: ألف مبروك سعد، إحساسك روعة وإتقانك للهجة الجزائرية احتراف. الفنانة كنزة مرسلي أيضا عبرت عن سعادتها وإعجابها بأداء سعد رمضان قائلة: فعلا إبداع، النطق سليم كأنك جزائري، خصوصا أن النجم اللبناني سعد رمضان أدى الأغنية بإحساس كبير متقنا اللهجة الجزائرية. الفيديو الذي طرحه الفنان عبر قناته على اليوتيوب ضمن أكثر 15 فيديو مشاهدة في الجزائر، وللإشارة هي ليست المرة الأولى التي يؤدي فيها الفنان اللبناني سعد رمضان أغاني من الريبرتوار الموسيقي الجزائري. ما تحكولهاش وش راه صاري فيا، باللي نبكي كي نتوحشها، ماشي لو ولات لي سي تقدر تبغيني، سي با باسكو شفيتها. مازال عشقك في البال، ننساك محال يلي نسيتينا، وإذا طوالت الأعمار حكمت لك دار بالكاش نهار. وللحديث أكثر عن أغنية مازال للراحل الشاب عقيل والتي أداها بصوتها الفنان اللبناني سعد رمضان، نربط مشاهدينا ونربط الاتصال مباشرة مع الفنان اللبناني سعد رمضان. سعد، أهلا بك. إذن تجاوب كبير من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحتى الفنانين الجزائريين بعد طرحك لأغنية مازال للمرحوم الشاب عقيل. كيف وجدت هذا التفاعل الكبير، وهل وجدت صعوبة في إتقان اللهجة الجزائرية؟ يعني مشجعين المصريين مثلا انتظمت عن جد، انتظمت بهالفيدباك اللي كان عليها للاغنيه. انا هذه الاغنيه بحبها كثير ومن زمان بسمعها، ومن زمان بسمع اصلا اشرف عقيل الله يرحمه. ومن زمان كل العالم تعرف انه سعد رمضان كثير بحب موسيقى المغرب العربي ككل، يعني كان جزائر او مغرب او تونس او ليبيا او كل هالبلدان المغرب العربي. هذه الموسيقى انا بحبها، وحبيت جدد اغنيه مازال، لانه برجع بقول لك انا هذه الاغنيه يمكن كثير معلق فيها، بعتبرها من اجمل الاغاني اللي سمعتها بحياتي. حبيت اغنيها هيك على البيانو، وقلت بدي انزلها مثل رد جميل لمحبه الجزائر لإلي، الشعب الجزائري، او لمحبه الشعب المغربي العربي كلياته. ما كنت متوقع هالقد رح تحبها، يعني رح تحبها الناس مني. ماذا عن مشاريع سعد رمضان وعن جولتك المرتقبة للمغرب والجزائر؟ تفضل. أنا مفروض ب 23 إن شاء الله الشهر الجاي أطلع على المغرب في صور أغنية المغربية وكلمات شاعر مصعب عنازي وألحان رضوان دوري وتوزيع رشيد محمد علي، وراح صورها فيديو كليب بالمغرب مع المخرج وليد نصير، المخرج اللبناني وليد نصير. كمان هذا بعتبره مثل تحدي لإلي اذا بقدر اغني اللهجه المغربيه كمان، فان شاء الله يا رب الناس تحبها، لانه هذه الاغنيه انا مراهن عليها. كمان برجع بقول لك كمان مثل رد جميل للمغرب وللمحبين في المغرب كمان. نعم. اكيد بالاضافه لحفلات يعني بلبنان وبرات لبنان، يعني هلا على العيد ان شاء الله بلبنان رح يكون اول يوم العيد بلبنان، حفلتين بلبنان. نعم. شكرا. نعم. على المغرب. نعم، شكرا لك سعد رمضان. وانا بوجه تحيه لك وتحيه لكل الشعب الجزائري. شكرا لك. إذن الفنان اللبناني سعد رمضان كنت معنا على المباشر.